السلام. هذا واحد المشروع جديد بغيت نبداه شحال هادي، انا وهو نصلح هاد البلاصه واللي تولدت وكبرت فيها وعشت فيها كاع الذكريات ديال الصغر بالزوين والخايب. واخا ما كنغبروش بزاف على هاد البلاصه، الا ان عام واحد بلا مقابله وبلا صيانه كافيه باش دير هاد الضرر كامل في الواجهه الخارجيه وربما حتى لداخل. وانا غادي نستكشف معاكم هاد البلاصه والاصلاحات اللي غادي ندير من هنا لقدام. هاد المره غبرنا بزاف على الدار، شي عامين تقريبا، عليها كنشوف بلي بزاف د الحاجات وقعوا هنا، بحال هاد الربيع اللي كبر هنا والمرطوب اللي طاح والبوله اولا الهبلو اللي تهرست. على العموم انا حاليا غادي نركز على الداخل، ونحاولوا نصلحوا الامور اللي ضروريه ونقيو الطريق بشويه بشويه ان شاء الله. كنظن بلي هاد الدار في عمرها اكثر من 75 عام تقريبا، ومبنيه بالحجر والتراب ومسقفه بالخشب، وتبنات باليدين ديال المعلميه القدام واللي خدموا بداك الشيء اللي كان متوفر عندهم ذاك الوقت. و80% ديالها مبني بالمواد اللي ذكرت، والاصلاحات اللي داروا في 2000 فوق خدموهم بالسيما واللاجور والحديد. الزيادات والاصلاحات اللي داروا، ولكن السفلي والوسط باقي كيف ما هو في الطابع ديالو القديم، واللي اصلا كيعطي ذاك الاحساس ديال انك انت في البلاد حتى ما زيرت. وصراحه انا كنكره البني ديال اللاجور والسيما خصوصا في البلاد، ومصر انه يبقى في هذا الطابع ديالو القديم بالتراب والحجر والخشب. الا انه هاد الغبره اللي غبرنا خلات من موراها بزاف ديال الغبره، وكاينين شي بلايص دخل منهم الماء، ولكن الحمد لله ماشي شي حاجه اللي صعيبه في الاصلاح. كنظن بلي اول بلاصه غادي نبداو بها هي هاد البيت في الاصلاح. واللي طويل بزاف واللي كان بيت ديال الكلاس شحال هادي، ولكن غادي نقسموه دابا باش نخرجوا منه جوج بيوت ولا بيت وكوزينه، حيتاش ما عندناش الكوزينه في هاد الدار واللي كانت هنا في هاد الكولوار وجات في الطريق. وغادي نحاول ندير كل شيء بيدي من حتى للزيد، ونحاولوا نبنيو شي كوزينه اللي عصريه نوعا ما، ولكن غادي تحافظ على طابع ديال البلاد ما امكن. ولكن قبل من هذا الشيء كامل ضروري خصنا نديرو شي تشطيبه للدار كامله، ونفتحوا كاع الشراجم والبيبان باش تهوى ويدخلها الريح شويه، واللي بالمناسبه كيكون في هذه المنطقه بزاف لدرجه انه يقدر يهرس اي حاجه بحال هذا التبصيل، واللي ماشي غتهرس وانما دفعوا بعيد وهرس حوايج اخرين المساعده ديال الشمس وظروف اخرى. ولكن على العموم كانت هذه هي الفكره، وما تنساوش تقولوا لي على الاراء ديالكم والحوايج اللي تبغيو نبداو بها ونصلحوها مجموعين. وما تنساوش تضغطوا على الزر ديال الاشتراك في القناه والجرس باش توصلوا بالاشعارات. وشكرا مجددا حيتاش وصلتي لهنا.